هل لاحظت في يوم من الأيام إنك في بعض أيام رمضان بتحس بصفاء ذهني غريب؟ وكأن الضوضاء الداخلية هديت قوي، وكأن الأفكار بقت أبطأ وأوضح. وفي أيام تانية حاسس بضباب على التفكير، تشتت، صداع، وعصبية مش مفهومة. السؤال هنا مش ليه بنتغير، السؤال هو إيه اللي بيحصل داخل الدماغ أثناء الصيام. أهلا بيكم في حلقة جديدة من رمضان والصحة النفسية. تخيل الساعة 4 العصر وانت بتحاول تخلص شغل مهم، لكن تركيزك بيروح كل دقيقتين. بتبص للشاشة وتنسى انت فتحت الملف ده ليه أصلا. بعد المغرب بساعتين تتفاجئ انك بقيت أكتر تركيز، أفكارك منظمة وطاقتك أحسن. هل ده مجرد إحساس ولا الدماغ فعلا بيمر بتغييرات حقيقية؟ في الأيام الأولى من رمضان الدماغ بيمر بحاجة شبه إعادة تهيئة الطاقة. إذا كنت متعود على القهوة الصبح أو السكر خلال اليوم أو الوجبات الخفيفة المتكررة، وفجأة يتوقف الإمداد السريع بالجلوكوز، النتيجة هتكون إيه؟ انخفاض مؤقت في التركيز، صداع، تقلب مزاج، إرهاق. ده مش ضعف منك، دي مرحلة انتقالية طبيعية. الدماغ شبه العربية اللي هي بتمشي بالبنزين وركبت لها غاز. لما ينتهي الغاز بيبدأ التحول لمصدر الطاقة التاني اللي هو البنزين. بعد كام يوم بيبدأ الجسم يستخدم الدهون كمصدر للطاقة، وبينتج حاجة اسمها الأجسام الكيتونية. المثير للاهتمام إن الأجسام دي بتحسن كفاءة الخلايا العصبية وتقلل الالتهاب في الدماغ وتدعم التركيز عند بعض الناس. علشان كده كتير بيقولوا بعد أول أسبوع بقيت أحس إن ذهني بقى أوضح. تخيل لو إن المشكلة ما كانتش في الصيام، بل في اعتمادنا المستمر على التحفيز السريع. قهوة، سكر، تليفون، إشعارات، مزيكا، تشتيت. رمضان بيسحب المحفزات دي فجأة، فبيحس الدماغ بالفراغ. لكن الفراغ ده ممكن يكون بداية الصفاء. الدوبامين هو هرمون المكافأة. كل مرة تاكل حاجة بتحبها، أو كل مرة بتتصفح التليفون، أو كل مرة بيجيلك إشعار، بيرتفع الدوبامين. ومع التكرار بيتعود الدماغ على الجرعات العالية. في رمضان بتقل الجرعات دي فجأة. في البداية بنحس بالملل، بالفتور، بالضيق، لكن بعد فترة بيرجع الدماغ لتوازنه الطبيعي، وبتبقى الأشياء البسيطة ممتعة مرة تانية. كوباية مية عند المغرب ممكن بتديلك شعور ما بيهدهولكش أفخم مشروب في غير رمضان. بعض الدراسات بتقول إن تقليل المدخلات الحسية بيساعد الدماغ على الدخول في حالة تركيز أعمق. علشان كده بنلاقي إن أوقات ما قبل الفطار ممكن تكون مناسبة للتأمل أو للقراية الهادية أو للتفكر. الطاقة منخفضة لكن الضوضاء أقل. سارة كانت بتعاني من تشتت مزمن طول السنة. في رمضان قررت تجرب حاجة مختلفة. قللت استخدام المحمول طول النهار، وخصصت ساعة قبل الفطار للقراية بس، وبطلت القهوة بعد السحور. الأسبوع الأول كان صعب، لكن في الأسبوع التاني قالت أنا حاسة إن راسي بقى أخف، كأني عايشة في ضغيب مستمر وأنا ما كنتش عارفة. رمضان ما ادهاش تركيز جديد، لكن هرجع لها تركيزها الطبيعي. لكن مش كل الناس بيحسوا بالتحسن. قلة النوم، السهر الطويل، الإفراط في الأكل بعد الفطار، الضغط بتاع الشغل، كلها عوامل ممكن تعكس الفوائد. الصيام لوحده مش سحر، أسلوب إدارتنا ليه هو الفارق. تغيير مواعيد النوم ممكن يأثر على الذاكرة والانتباه وتنظيم المشاعر. قلة النوم بتزيد من نشاط مركز الانفعال في الدماغ اللي هو اللوزة الدماغية، وتقلل من قدرة القشرة الأمامية المسؤولة عن اتخاذ القرار وضبط النفس. علشان كده أحيانا بنلاقي إننا أكتر حساسية في رمضان، مش بسبب الصيام بس، لكن بسبب النوم.
جرب التمرين ده بكرة قبل الفطار بساعة. اقفل المحمول لمدة 20 دقيقة. اقعد في مكان هادي. اقرأ صفحة واحدة بتركيز كامل، ولاحظ أفكارك من غير مقاومة. اسأل نفسك بعدها، هل الهدوء مزعج ولا مريح؟ الصيام مش حرمان للدماغ، هو إعادة توازن. الأيام الأولى صعبة، لكن بعدها ممكن نوصل لحالة من الصفاء ما بنعيشهاش كتير خلال السنة. في الحلقة الجاية هنتكلم عن موضوع بيمس الكل: ليه غضبنا بيزيد أثناء الصيام، وإزاي نحول الغضب ده لتدريب على القوة النفسية. ولحد ما نتقابل، خفف الدوشة قليل النهاردة، وممكن تسمع صوتك الداخلي بوضوح أكتر. رمضان كريم.